السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل ألذ وأطعم طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي اللي بنشتريه من محلات الكشري، بجد بريحة وطعم حلو جدا. معكم أسماء. لو أول مرة تشوفيني لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. طبعا أول حاجة هنعملها هنحط هنا الطاسة تسخن كده كويس، وهنحط لها معلقتين كبار من الزيت. بعد كده هننزل هنا بربع كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا الكمية زي ما انت حابة تكتري تقللي براحتك. هنسيبها كده تتشوح معانا وتغير لونها. بعد كده هكون مجهزة 3 بصلات كبار مفرومين ناعم. طبعا كمية البصل كترتها عشان بيديكي طعم حلو جدا في اللحمة المفرومة. هندي لها كده تعصيجة كده حلوة كده تمام. بعد كده هننزل هنا بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومتنسيش كمان هنحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بعد كده هتقلبيها كده تقلبتين وهتسيبيها طبعا تتعصج معاكي. طبعا اللحمة مش هنحمرها قوي كده تمام، جهزت معانا. هنرفعها من على النار وهنسيبها على جنب. هنجيب هنا حلة صغيرة هنعمل فيها صلصة الطماطم. بعد كده هنحط لها معلقتين كبار من الزيت او السمنة تسخن كده كويس. بعد كده هكون مجهزة توم مفروم عندي حوالي كده 3 فصوص من التوم فرمهم ناعم جدا، هنحطهم كده. هتدي لها كده تحميرة كده بسيط كده، وبعد كده هتكون مجهزة شفشة من عصير الطماطم وهتسيبيها كده تسخن معاكي شوية طماطم. طبعا مش هنسبكها قوي. هنحط طبعا الملح وهنحط فلفل اسود، هنقلبها ونسيبها لحد ما تغلي كده غلوتين وبتبقى جاهزة معانا. طبعا خلاص الطماطم طبعا غليتها غلوتين. بعد كده هنجيب هنا الطاجن بتاعنا، هنحط اول طبقة من اللحمة المفرومة. طبعا في الوقت ده تكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية علشان ندخلها على طول وما تاخدش وقت معانا. هنجيب هنا طبقة تانية المكرونة هتستوي تماما ما تخافيش منها. هتوزعيها بالشكل ده. طبعا ما تكتريش قوي الكمية لفوق علشان لسه هتستوي معانا وهترتفع معاكي تمام كده. بعد كده هنحط هنا صلصة الطماطم اللي احنا سخناها لمدة كده 5 دقايق، وهتزودي كوباية من المية السخنة. طبعا لو احتاجت معاكي في الفرن مية هتزودي كمان نص كوباية كده تمام. هتوزعيها كده كويس كده خلاص. بعد كده هندخلها الفرن لحد ما تستوي معانا تماما كده خلاص جهزت معانا. طبعا هنقلبها وهي سخنة. طبعا بتتاكل سخنة حلوة جدا بجد طعمها وكان حلو جدا. جربوها بنفس الطريقة دي حلوة قوي. شايفين بجد ألذ وأطعم طاجن مكرونة ممكن تجربيه باللحمة المفرومة حلو جدا. طبعا لو احتاجت معاكي مية في الفرن زي ما اتفقنا هتزودي لها شوية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي.